بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم عن افضل 5 اسلحه في كاونتر سترايك. اول سلاح معانا هو في البيستولز ديزرت ايجل. في طبعا ناس بتفضل البي 250، لكن انا بفضل الايجل لان بطلقه واحده في الدماغ بتخلص. طبعا هو سلاح اسرائيلي 7 طلقات، لكن هو عيبه الوحيد انك لازم تضرب وانت واقف. تاني سلاح معانا النهارده هو البي 90، وهو سلاح في الاس ام جيز 50 طلقة، ولكن بيتميز انك تقدر تضرب وانت بتتحرك، وده تاني سلاح معانا. تالت سلاح معانا النهاردة هو M4A1، هو سلاح مميز طبعا للشرطة اللي هو السي تي كاونتر سترايك، لكن انا كنت بفضل السلاح القديم اللي هو M4A4 عشان 30 طلقة. السلاح ده يعتبر افضل سلاح للشرطة في الريفلز. فده معانا 3 سلاح. رابع سلاح، طبعا رابع سلاح ده هو اشهر سلاح واكتر سلاح مفضل في اللعبة، هو AK-47. وطبعا ده سلاح قوي جدا وطلقة في الدماغ تخلص، وده رابع سلاح. خامس سلاح معانا النهاردة AWP القناصة. طبعا القناصة سلاح مميز جدا، لكن عيبه ان صورتك بطيئة وانه طلقة واحدة وإعادة التلقيم بطيئة، فيفضل معاه تستخدم مثلا الايجل مثلا، يعني بدل بالمسدس والقناص، لكن هو سلاح ممتاز. بعد ما خلصت ال5 أسلحة، حابب أوضح شيء بالنسبة لطريقة استخدام الرشاشات اللي هي AK-47 أو M4A1. طبعا لو هتضرب من مسافة بعيدة هتضرب طلقة طلقة، لو هتضرب من مسافة قريبة يفضل تنخفض وتضرب، لأن مثلا سلاح زي AK-47 لما بتيجي تضرب مثلا بتلاقي الطلقة طلعت لفوق، يعني لازم تضربه عند الصدر، تجد ان الطلقة طلعت معاك لحد الدماغ ومات. فطبعا هي دي تقنية اللعب. اللي بقى لو عندك مثلا ماوس العاب وبتستخدم خاصية الماكرو، هتجد ان كل الطلقات في مكان واحد زي الفيديو اللي انا هعرضه امامكم. Need support. Get ready, I see them. بعد ما شفت الفيديو وطريقة الاستخدام بتاعت الأسلحة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في الفيديوهات القادمة، فاعملوا اشتراك في القناة، وشكرا.